ليه كلنا بنحب منتخب مصر؟ يا مصر بتعمل ايه ازاي؟ عمرك سألت نفسك ليه كل مرة منتخب مصر بيلعب الكل بيسيب اللي في ايده ويروح يتفرج على ماتشاته؟ الإجابة مش في الكورة بس، الإجابة إن منتخب مصر بالنسبة لناس كتير هو الفريق الوحيد اللي ملايين المصريين بيشجعوه، بغض النظر عن الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أو أي فريق تاني محلي. منتخب مصر لما بيكسب الناس كلها بتفرح، حتى الناس اللي مبتفرجش على الكورة وما بيعرفوش عنها حاجة غير إنها مدورة بس، دول كمان بيفرحوا. ولما بيخسر الناس كلها بتبقى زعلانة جدا، وعشان كده حتى لو زعلنا من الأداء أو انتقدنا اللعيبة، أول ما منتخب مصر بيرجع يلعب تاني الكل بيرجع يشجعه. واللي بيضحكنا أكتر لما يكون واحد صاحبي قاعد جنبي في لعيب ضيع كورة، يوم صاحبي قايل لي يا لو كنت مكانه كان زمان شطها في ال90. صاحبي أنت آخر مرة لعبت كورة كانت في البلاي ستيشن، متضحكش على نفسك. طبعا الجيل ده هيفهم كلامي بسبب ان منتخب مصر مر بمشاكل كتير جدا وخساره كتير جدا من ساعه 2010 لحد دلوقتي، ما كسبناش ولا بطوله ولا عملنا اي حاجه غير اننا صعدنا على كاس العالم 2018. وطلعنا خساره في المجموعه. 2017 خسرنا النهائي قدام الكاميرون. 2021 خسرنا النهائي قدام السنغال. 2022 طلعنا وخسرنا من السنغال مباراة التأهل لكأس العالم ضربات الجزاء بعد الماتش العودة في السنغال. 2025 خسرنا برضه من السنغال نص النهائي كأس أفريقيا، وتأهلنا في كأس العالم 2026 وعملنا أداء ولا أروع في المجموعات. تعادلنا مع بلجيكا 1-1، كسبنا نيوزيلندا 3-1، وتعادلنا مع إيران 1-1، والنهارده صعدنا لدور ال16 بعد الفوز أمام أستراليا 1-1 برقم الترجيح. ويوم عظيم جدا للمصريين، الناس كلها فرحانة. المهم بعد كل الكلام ده أهم حاجة لازم نتعلمها، منتخب مصر لازم نقف وراه في الوحشة قبل الحلوة، ولازم ندعمه ونشجعه بكل الطرق وبس كده. اكتب في التعليقات ايه أحسن فترة عدت على منتخب مصر في حياتك. السلام عليكم. وأفضل كل مرة جيلي